زي ما قلت لكم قبل كده انا راجل قهوجي والنهارده بصور من قهوتي. النهارده وماتش الطلائع شغال، عدى من قدامي واحد صاحبي وانا واقف على البار وقال لي: هي دي البروفا بتاع ماتش الوداد؟ انا رديت قلت له: مش مقياس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج على القهوه. بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. نبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. مباراة الأهلي والطلائع. النهارده واحد صاحبي سألني: هي دي بروفة ماتش الوداد؟ قلت له: مش مقياس. الأهلي في أفريقيا غير. الأهلي في أفريقيا بعبع. النهارده الأهلي قدر يكسب. معلش في الأول يا جماعة، أنا بصور الحلقة بعد ما بخلص شغلي، فبصور تقريبا الفجر. فالماتش بالنسبة لي النهارده ماتش الطلايع والأهلي. قدر الأهلي يكسب 1-0. اهلي خد اللي هو عايزه من المباراه المفيد، الثلاث نقط. لعب الكوتش كولر النهارده بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، متولي، علي معلول. القوه الضربه في وسط الملعب: اليو ديانج، مروان عطيه، السوليه. قدامهم الشحات، بيرستاو، محمود عبد المنعم، كهربا. النهارده في وجهه نظري نجم المباراه مصطفى شوبير، مان اوف ذا ماتش. المباراه كانت فعلا بروفا لماتش الوداد. تقريبا الوداد هيلعب بنفس الطريقه مع فرق الامكانيات، مع احترامي لنادي سيراميكا كليوباترا بيدافع ب 10 لاعبين. الاهلي اتقفل على محاوره في وسط الملعب النهارده، لان سيراميكا كان قلنا بيدافع ب 10 لاعبين. الاهلي حاول يلعب على الاطراف، حاول يلاعب بيرستاو، حاول يلاعب في الشمال حسين الشحات، الجبهه الشمال ولا اروع من كده النجم علي معلول اللي بيحرك الملعب كله. عندنا تحفظ على محمد عبد المنعم بسبب احتفاظه الزائد بالكره. وكولر قال في المؤتمر الصحفي: انا هتكلم معاه بخصوص الموضوع ده. كوتش كولر النهارده قدر يقرا المباراه كويس جدا جدا جدا. كسبنا 1-0. فرص اي نعم مهدره. ادى تعليمات بسبب التكتلات الدفاعيه اللي بيلعب بيها سيراميكا كليوباترا بالتسديد من خارج منطقه الجزاء، وده شيء مفتقدينه منذ فتره. المباراه اللي فاتت قفشه فاجئنا وعمل القضيه ممكن تاني. المره دي ادى تعليمات لمروان عطيه، ادى تعليمات لاليو ديانج بالتسديد من خارج منطقه الجزاء. النادي الاهلي النهارده سيطر على الكره معظم فترات اللقاء. زي ما انا قلت قبل كده، النادي الاهلي لما بيلعب بيحسسني ان الفرقه اللي بتلعب قدامه عشوائيه بسبب ثلاثي خط الملعب، خط الوسط اللي النهارده كان الاهلي مفتقد. حمدي فتحي اللي ان شاء الله يقوم بالسلامه ويلعب ماتش الوداد. مع احترامي للسوليه، انت فاقد كتير من مستواك. اليو ديانج دبابه بشريه، مروان عطيه بصير وعنده رؤيه للملعب ولا اروع. النادي الاهلي قدر يسيطر على مجريات الامور مع بعض الهجمات الخطره جدا لسيراميكا كليوباترا، اللي لازم الاهلي يخاف على نفسه من هدف يجي فيه في ماتش الوداد. قلنا مان اوف ذا ماتش كان بالنسبه لي مصطفى شوبير. تألقه النهارده بيدينا ثقه ان احنا عندنا ثلاث حراس ولا اروع، ومش محتاجين حارس يجي النادي الاهلي من بعد ما الشناوي يخلص مسيرته. قلنا قبل كده ان الشناوي هيلعب مباراه النهائي بعد ما تجهز وتحقن بالبلازما، وهيلعب مباراه الوداد. قلنا ان حمدي فتحي برضو ان شاء الله هيلعب مباراه النهائي. النهارده النادي الاهلي ما قدرش يخترق من قلب الملعب، ما قدرش يخترق من على الاطراف، ما قدرش بيرس تاو يخترق ويعمل الفنت بتاعه ويخش لقلب الملعب ويشوط في البعيده او في القريبه. فالنهارده اللي عملها مين؟ محمود متولي. عمل نفس لعبه بيرس تاو اللي هي بيخش بيها لقلب الملعب، بيعمل تشيب لحسين الشحات من فوق المدافعين، بس عملها النهارده بالرؤيه الجيده جدا لمحمود متولي. قدر من بعد وسط الملعب يلعب تشيب من فوق المدافعين، استلامه ولا اروع ومكرره، وجون مكرر ولعبه مكرره للنادي الاهلي. وده فكر بيلعب بيه كولر، لان هو بيقرا المباراه وبيشوف
النادي الاهلي محتاج ايه في المباراه والفرقه الثانيه بتلعب باسلوب ايه، قدر محمود متولي يلعبها تشيب لحسين الشحات، استلامه جميله طبعا كان معتاد، قلب الملعب كان معتاد في القريبه او في البعيده. بس اللي ضايقني في الموضوع النهارده ان الفار قعد 4 أو 5 دقائق بيشوفوا كوره. طبعا احنا كلنا مش ناسيين ماتش فيوتشر وتوقف الفار 25 دقيقه، مباراه بدات يوم الاحد انتهت يوم الاثنين. ما شفتش كده قبل كده في الدوري المصري. قلنا قبل كده لو اوروبا اتفرجوا علينا والفيفا تبعتنا وشافت الفار اللي عندنا ممكن يطلبوا لنا تحليل مخدرات. النادي الاهلي ضيع فرصتين لبيرسي تاو في نهايه المباراه، واحده من ال6 يارد عايز يدغدغ بيها الدنيا طلع اصطاد عصافير، الثانيه جت حطها جميله جدا، جت ما بين العارضه والقائم وطلعت لضربه مرمى. النادي الاهلي 3 مباريات لعبهم خد اللي هو عايزه، 9 نقط من 9 نقط، قدر يحقق العلامه الكامله، قدر يعمل الروتيشن ويريح اللاعبين ويجهزهم للمباراه النهائيه اللي ان شاء الله اللعيبه هتكون فايقه فيها. ومحمد عبد المنعم عندك 30 خط ان شاء الله تكون موفق، وكولر يفهمك ان انت هتلعب نهائي افريقيا وما ينفعش اللي انت بتعمله، انت بتلعب مدافع حتى مش بتلعب ديفندر او صانع العاب. كوره اتقطعت منك الغلطه بفوره واحنا مش في حمل الوداد ياخد مننا ثالث بطوله افريقيا بسبب غلطات دفاعيه. الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش، خد ال3 نقط، قدر يوصل للنقطه 62 ويعتلي بيها صداره الدوري العام. نقول الاهلي محتاج ايه عشان يفوز ببطوله الدوري؟ النادي الاهلي 62 نقطه، اقرب منافسيه صاحب النفس الطويل والمنافس التقليدي المعتاد اللي هنشوفه السنوات الجايه كلها هيكون نادي بيراميدز 58 نقطه من 28 مباراه، فيوتشر 54 من 28، ويجي الابيض ابو خطين حمر 47 من 28 مباراه. طبعا بنقول الابيض ابو خطين حمر، قناه الزمالك ما بتقولش اسم الاهلي، قناه الزمالك بتقول ابو تيشيرت احمر، احنا نقول الابيض ابو خطين حمر. نيجي نقول النادي الاهلي محتاج ايه؟ كل الفرق فاضل لها 6 مباريات عدا الاهلي فاضل له 10. الحد الاقصى لوصول الزمالك لو فاز في كل مبارياته هيوصل ل 56 نقطه، هيبقى الاهلي محتاج 4 نقاط عشان يكون خرج الزمالك رسميا بره المنافسه على بطوله الدوري السنه دي. يوصل الحد الاقصى ليه 72 نقطه. كل الفرق دي لو خدت العلامه الكامله اللي هم 18 نقطه، فيوتشر يوصل للنقطه 72، يبقى الاهلي محتاج 11 نقطه عشان يخرج فيوتشر صاحب النفس الطويل اللي صنع من اجل النادي الاهلي. لو خد العلامه الكامله يوصل ل 76 نقطه، يبقى الاهلي محتاج 15 نقطه عشان يوصل للنقطه 77 ويكون حسم الدوري. النادي الاهلي فاضل له 10 مباريات، محتاج الفوز في 5 وخساره 5 ويحسم بطوله الدوري العام اللي غايبه عنه ويرجع اللقب تاني للنادي الاهلي. كولر عارف ياخد اللي هو عايزه من الدوري، عرف يعمل الروتيشن المطلوب في بطوله الدوري وياخد اللي هو عاوزه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي في المباراه القادمه قصاد الوداد. ان شاء الله هنصور معاكم من القهوه والمباراه شغاله ان شاء الله، هنعمل لقاءات مع جمهورنا جمهور قهوه ام كلثوم ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. نخش على كوارث وازمات نادي الزمالك الابيض ابو خطين حمر، والله صعبان عليا. كثيرا من الازمات وكثيرا من الهفوات بتحصل داخل نادي الزمالك. اللعيبه بقى لها 7 اشهر لم تحصل على مستحقات من نادي الزمالك، غرفه الملابس يصعب السيطره عليها داخل نادي الزمالك. راحوا لعبد الواحد السيد اشتكوا له قالوا احنا بقى لنا 7 شهور ما بنقبضش، ازمات ماليه طاحنه تضرب بنادي الزمالك بسبب رئيسه المعزول مرتضى منصور. انت اللي عملت كده في نادي الزمالك، انت واللي وراك، بيتهيألي مفيش حد وراك، انت جارر والكل وراك سواء اداريا داخل نادي الزمالك او حتى في القناه اللي انا مش فاهم هي قناه اسمها قناه نادي الزمالك ولا قناه للحرب على النادي الاهلي. بيتهيألي كده اللي شغالين والعاملين والموظفين والاعلاميين داخل نادي الزمالك بيصحوا الصبح كوبايه الشاي بعد اذنك، هو الاهلي عمل ايه النهارده؟ هو الاهلي اتاجل له ماتش عشان نطلع نتكلم؟ هو الاهلي النهارده الفار كان موجود
هو مفيش غير النادي الاهلي. عملنا احصائيه عن خالد الغندور، طلع بيتكلم بنسبه 90% من التويتات والبوستات والكلام اللي بيقوله عن النادي الاهلي، ما بيتكلمش عن نادي الزمالك غير بنسبه 10%. غير تيشيرتك والبس احمر لو ناوي تتكلم عن النادي الاهلي. كل اللي شغالين في نادي الزمالك عارفين مش هيطلعوا ترند غير لما يتكلموا على النادي الاهلي. اول مره اشوف قناه نادي بتكتب مباريات اليوم ويكون النادي الاهلي هيلعب في نفس اليوم، ما بيكتبش مباراه الاهلي ضد كذا. اول مره اشوف اعلامي بيقول النادي الاحمر. مفيش كده. انتوا قناه غير منظمه اعلانيا، غير مهنيه. ماليش علاقه بقناه الاهلي دلوقتي. انا كاهلاوي بتفرج على قناه نادي الزمالك، بالنسبه لي مسرح مصر. تتوالى الزمالك داخل ايضا كره الصالات في نادي الزمالك. لاعبين كره اليد يشتكون الاداره رسميا للاتحاد المصري لكره اليد. قالوا ما خدناش مستحقات 2020، ما خدناش مستحقات 22 23، ما خدناش مؤخرات العقود بتاعه 19 22، ما خدناش مرتبات مارس ابريل مايو. قالوا ما خدناش 22 23 ولا مقدم عقود ولا دفعات. ما خدناش اكتوبر نوفمبر ديسمبر. ما بيقبضوش، ما خدوش مكافآت السوبر، ما خدوش مكافأة البطولة اللي لسه واخدينها من النادي الاهلي، ابطال الكؤوس. رد اتحاد كرة اليد على نادي الزمالك بخطاب بتاريخ 28/5، قال انا هوقع عقوبات على نادي الزمالك، مش هأيد لاعبين ذكور واناث، مش هأيد لاعبين كل لاعب ما خدش مستحقاته، مش هأيد قصاده لاعب. هوقف القيد في كرة اليد النادي الزمالك لغاية لما اللعيبة تحصل على مستحقاتها. ازمات كتيرة بتتوالى داخل نادي الزمالك بسبب رئيسه المعزول. فين وزير الرياضه؟ انا بيتهيألي مرتضى منصور بيدير النادي لغايه النهارده، بيسيطر على قناه الزمالك، مسيطر على الاعلاميين الزملكاويه. في كتير من اعلام الزمالك بيضيع تاريخه. مش بقول كده عشان اهلاوي، بتقولوا كلام اي كلام وخلاص. عايزين تحاربوا النادي الاهلي، عايزين تاخدوا صيت، عايزين تطلعوا ترند باخبار كاذبه. انتوا ما عندكوش فكره عن المهنيه. ما تقارنوش نفسكم بقناه الاهلي. انا كراجل اعلامي بقول اللي شايفه صح، سواء شغال في الاهلي او في الزمالك. ما بقولش كلام مغلوط، بقول كلام بشوفه بعيني كل يوم. قناه الزمالك بتحارب زي ما قلنا بيراميدز صنع من اجل الاهلي، بنقول قناه الزمالك صنعت من اجل محاربه النادي الاهلي فقط لا غير. بتمنى ان مشاكل الزمالك تتحل او ما تتحلش. طول ما مرتضى منصور موجود بيدير النادي سواء جوه الاداره او بره الاداره، انتوا في كره القدم مش هتشوفوا حاجه تاني. وعدنا قبل كده ان احنا هنتكلم عن نادي الوداد. النهارده قررنا نتكلم عن المدير الفني ستيفن فاندن بروك، بلجيكي. في وجهه نظري مدرب جامد جدا، في وجهه نظري مدرب فت جدا، ناصح جدا، شاطر جدا، بيعرف يقرا المباريات. الغريب في الموضوع ان فاندن بروك 43 سنه بس مسك منتخب الكاميرون، مسك زامبيا، مسك سيمبا التنزاني، مسك الجيش الملكي، ابها، واخيرا الوداد اللي وصل معاه للمباراه النهائيه. قدر ياخد مع سيمبا التنزاني الدوري 2020، قدر ياخد كاس العرش في المغرب مع الجيش الملكي المغربي، خد افضل مدرب في تنزانيا، خد افضل مدرب في المغرب اللي بيدرب فيها الوداد دلوقتي. مدرب بيعرف يقرا المباريات، مدرب عنده فكر. لازم كولر يدرس طريقه لعبه. اشتهر بطريقه لعب 4-2-3-1، طريقه بتتحول ل 4-4-2، بتتحول ل 4-3-2-1، 4-2-3-1. بيلعب بصانع العاب، بيلعب بثلاثه ديفندر. برضه مدرب شاطر بيعرف يقرا المباريات. واكتر دليل على كده لما حصل في مباراه سان داونز، قدر يخرج سان داونز في عقر داره في ملعبه في الوقت اللي بيحبوا يلعبوا فيه 2-2. قدر يجيب جونين ويدافع كويس جدا وياخد اللي هو عايزه. مش عايزين النادي الاهلي تبقى ثالث بطوله الوداد ياخدها تكون برضه من النادي الاهلي. قلنا خد بطولتين من النادي الاهلي، ما اتمناش ده يحصل تاني. لازم كولر يدرس طريقه لعب فاندن بروك كويس جدا. مدرب شاطر، مدرب عنيد، مدرب بيعرف يقرا المباراه. لازم تركز في طريقه لعبه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنتكلم عن حارس المرمى ورباعي خط الدفاع.
بتمنى من الله ان الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى دعمكم ليا. اخوكم ميدو، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم.